أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم في كل مكان، تحية طيبة مباركة عطرة في مستهل أولى حلقاتنا الاستثنائية في شهر رمضان في برنامج مع اللغة العربية. في البدء أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا من أمر صيامنا وقيامنا رشدا، وأن جعلنا من صوامه وقوامه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصلاة والسلام والصلاة والقيام وكل الأعمال الخيرة بإذنه تعالى. أحييكم مشاهدي الكرام في حلقة استثنائية من سلسلة الحلقات التي كنتم تتابعونها في برنامج مع اللغة العربية. في إطار هذا البرنامج توقفنا في الحلقة 34 من الحلقة السابقة، وإن شاء الله في 4 حلقات وربما تكون الحلقة الخامسة نكمل بها شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر هو خواتيم الشهور السود في بلادنا الحبيبة، ويعيش الناس في إريتريا ويعيش الإريتريون خارج إريتريا وهم يتنسمون ويستريحون في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام. فقد حرم أهلنا في الداخل تحديدا من نفحات هذا الإيمان، على الرغم من أنه إعلام المجموعة الحاكمة تقول تروج هنا وهناك، لكن حقيقة لمن عاش في البلاد بعد الفترة 91 رمضان منقوص دائما، وكل يوم وكل عام كان الشعب يرذل. يكفي أن تتصل الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة بالداخل وتسأل كيف يبدو شهر رمضان. طبعا لا تمن مجيب، خوفا على حياتهم ما حيقولوا الأحوال التي تعيشها البلاد. ولكن سواء كان في دور العلماء، في حديث العلماء، في وعظ الناس، في القرآن، في تعمير المساجد، في الذكر وتلاوة القرآن، كل شيء منقوص. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل دعوات المؤمنين جميعا، وتعود البلاد إلى نفحات هذا الشهر الكريم المبارك. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين والمشاهدات الفضليات تقريبا 4 محاور سأتحدث عنها في حلقة من برنامج مع اللغة العربية. في البداية سنقرأ شيئا مما كتبه العلماء عن شهر رمضان، ثم سأتناول في القواميس اللغوية ماذا جاء عن شهر رمضان وماذا تعني الكلمة رمضان بحد ذاتها لغويا، ثم يمكن أن نتحدث كذلك لماذا سمي شهر رمضان هذا الشهر بشهر رمضان. وسأحاول أن أقرأ ما كتبه اللغويون على إعراب هذه الآية الطويلة من آية 185 من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله تعالى: ولعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك سأعرج قليلا رمضان بعيون الشعراء. أنا إن شاء الله أحاول أن أهبش من المحاور ال5 دي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول المفسرون: شهر رمضان، القول في تأويل قوله تعالى:
شهر رمضان؟ قال أبو جعفر: الشهر فيما قيل أصله من الشهرة، يقال منه قد شهر فلان سيفه إذا أخرجه من غمده، فاعترض به من أراد ضربه، ويشهره شهرا. وكذلك شهر الشهر، أي شهر الشهر إذا طلع هلاله، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر، كما دخلنا أشهرنا نحن. وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال، كما يقال للشهر الذي يحج فيه ذو الحجة، والذي يتربع فيه ربيع الأول وربيع الآخر. وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان، ويقول لعله اسم من أسماء الله. ويقول: حدثني المثنى قال: ثنى أبو نعيم قال: ثنى سفيان عن مجاهد أنه كره أن يقال رمضان، ويقول لعله اسم من أسماء الله. لكن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان. وقد بينت فيما مضى أن شهر مرفوع على قوله أياما معدودات، هي شهر رمضان. بهذا المفتتح عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة في حلقة خاصة في برنامج مع اللغة العربية، يسرني أن أنقلكم إلى الجوانب اللغوية، أو ماذا قالت القواميس، المعاجم اللغوية العربية، ماذا تقول عن الفعل رمضان؟ هو اسم، ولكن ماذا قالت القواميس عن الفعل رمض؟ فدعونا نتوقف مع لسان العرب. في لسان العرب قال: رمض، الفعل رمضان هذا المصدر، والفعل رمض. الرمض والرمضاء شدة الحر، والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس، وقيل هو الحر والرجوع عن المبادئ إلى المحاضر البادية. وأرض رمضة الحجارة، والرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، والأرض رمضاء. ومنه حديث عقيل: فجعل يتتبع الفيء من شدة الرمض، وهو بفتح الميم المصدر، يقال رمض يرمض رمضا، رمض يرمض رمضا. ورمض الإنسان رمضا مضى على الرمضاء، والأرض رمضة. ورمض يومنا بالكسر، يرمض رمضا اشتد حره. وأرمض الحر القوم، أي اشتد عليهم. والرمض عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، كما يقول لسان العرب، مصدر قولك رمض الرجل يرمض رمضا إذا احترقت قدماه في شدة الحر. وأنشد: فهن معرضات والحصى رمض والريح ساكنة والظل معتدل، ورمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت. ورمضت الغنم ترمض رمضا إذا رعت في شدة الحر، فحبنت رئاتها وأكبادها وأصابها فيه قرح. وفي الحديث: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، وهي الصلاة التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى عند ارتفاع النهار. وفي الصحاح: أي إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء، يقول: فصلاة الضحى تلك الساعة. قال ابن الأثير: هو أن تحمى الرمضاء
وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. وفي الحديث: فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان، يروى بالضاد من الرمضاء وشدة الحر. وفي حديث صفية: تشكت عينيها حتى كادت ترمض، فإن روي بالضاد أراد حتى تحمى. ورمض الفصال أي ورمض الفصال أن تحترق الرمضاء وهو الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها. ويقال: رمض الراعي مواشيه وأرمضها إذا رعاها في الرمضاء وأربضها عليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لراعي الشاة: عليك الظلف من الأرض لا ترمضها. والظلف من الأرض المكان الغليظ الذي لا رمضاء فيه. وأرمضتني الرمضاء أي أحرقتني. يقال: رمض الراعي ماشيته وأرمضها إذا رعاها في الرمضاء. والترمض صيد الظبي في وقت الهاجرة، تتبعه حتى إذا تفسخت قوائمه من شدة الحر أخذته. وترمضنا الصيد أي رميناه في الرمضاء حتى احترقت قوائمه أي قوائمه فأخذناه. ووجدت في جسدي رمضة أي كالمليلة. والرمض حرقة الغيظ. وقد أرمضه الأمر ورمض له، وقد أرمضتني أي أرمضني هذا الأمر فرمضت. قال روبة: ومن تشكى مغلة الإرماض أو خلة أعركت بالإحماص. قال أبو عمرو: الإرماض كلما أوجع، يقال: أرمضني أي أوجعني. وارتمض الرجل من كذا أي اشتد عليه وأقلقه. وأنشد ابن بري: إن أحيحا مات من غير مرض، ووجد في مرمضه حيث ارتمض عساقل وجبأ فيها قضض، وارتمضته كبده فسدت. وارتمضت لفلان أي وارتمضت لفلان حزنت له. والرمضي من السحاب والمطر ما كان في آخر الغيض وأول الخريف، فالسحاب رمضي والمطر رمضي، وإنما سمي رمضيا لأنه يدرك سخونة الشمس وحرها. والرمض المطر يأتي قبل الخريف فيجد الأرض حارة محترقة. والرمضية آخر المير، وذلك حين تحترق الشمس تحترق الأرض، لأن أول المير الربيعة، ثم الصيفية، ثم الدفيئة، ويقال الدفيئة ثم الرمضية. ورمضان عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، رمضان من أسماء الشهور المعروفة. قال جارية في رمضان الماضي: تقطع الحديث بالإيماض، أي إذا تبسمت قطع الناس حديثهم ونظروا إلى ثغرها. قال أبو عمرو مطرز: هذا خطأ، الإيماض لا يكون في الفم، إنما يكون في العينين، ذلك أنهم كانوا يتحدثون فنظرت إليهم فاشتغلوا بحسن نظرها عن الحديث ومضت. والجمع رمضانات ورماضين وأرمضاء وأرمضة وأرمض كذلك. عن بعض أهل اللغة قالوا، وليس بثابت، قال مطرز: كان مجاهد يكره أن يجمع رمضان، فيقول:
بلغني أنه اسم من أسماء الله عز وجل. قال ابن دريد: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي هي فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي به. قال الفراء: يقال هذا شهر رمضان، وهما شهرا ربيع، ولا يذكر الشهر أي لا يذكر مع سائر أسماء الشهور العربية، يقال هذا شعبان قد أقبل. وشهر رمضان مأخوذ من رمض الصائم، يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشاهد شهري ربيع. قول أبي ذؤيب: به أبلت شهري ربيع كليهما فقد مار فيها نسؤها واقترارها. نسؤها أي سمنها، أما اقترارها فيعني شبعها. وأتاها فلم يصبه فرمض، وهو أن ينتظره شيئا. قال الكسائي: أتيته فلم أجده فرمضته ترميضا. قال الشمر: ترميضه أي تنتظره شيئا ثم تمضي. ورمض النصل يرمضه ويرمضه رمضا. حدده ابن السكيت: الرمض مصدر رمضت النصل رمضا إذا جعلته بين حجرين ثم دققته ليرق. وتقول سكين رميض بين الرماضة أي حديد. وشفرة رميض، ونصل رميض أي وقيع. وأنشد ابن بري للوضاح ابن إسماعيل: وإن شئت فاقتلنا بموسى رميضة جميعا، أي فقطعنا بها عقد العرى وكل حاد رميض. ورمضته أنا أرمضه وأرمضه إذا جعلته بين حجرين أملسين ثم دققته ليرق. وفي الحديث: إذا مدحت الرجل في وجهه فكأنما أمررت على حلقه موسى رميضا. قال الشمر: الرميض الحديد الماضي، فعيل بمعنى مفعول. وقال: وما رمضت عند القيون شفار أي أحدت. قال مدرك الكلابي فيما روى أبو تراب عنه: ارتزمت الفرس بالرجل وارتمضت به أي وثبت به. والمرموض الشواء الكبيس. تقول: مررنا على مرمض شاه ومنده شاه، وقد أرمضت الشاه فأنا أرمضها رمضا. وهو أن تسلخها إذا ذبحتها وتبقر بطنها وتخرج حشوتها، ثم توقد على الرضاف حتى تحمر فتصير نارا تتقد، ثم تطرحها في جوف الشاة وتكسر ضلوعها لتنطبق على الرضاف، فلا يزال يتابع عليها الرضاف المحرقة حتى يعلم أنها قد أنضجت لحمها، ثم يقشر عنها جلدها الذي يسلخ عنها أو يسلخ عنها وقد استوى لحمها، ويقال لحم مرموض وقد رمض رمضا. قال ابن سيدي: رمض الشاة يرمضها رمضا، أوقد على الرضف ثم شق الشاة شقا وعليها جلدها ثم كسر ضلوعها. والرميض قريب من الحنيذ، غير أن الحنيذ يكسر ثم يوقد فوقه. وارتمض الرجل فسد بطنه ومعدته، كما قال ابن الأعرابي. أما في القاموس المحيط عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة: الرمض محركة، شدة وقع الشمس على الرمل وغيره.
رمض يومنا كفرح اشتد حره. وقال جمع رمضان رمضانات ورمضانون وأرمضة وأرمض شاذ، سمي به لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق ناتق زمن الحر والرمض، كما نوهنا وأشرنا إشارات ما وردت في قاموس المحيط. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ومما قيل في وجه آخر لماذا سمي الشهر الكريم بشهر رمضان، في الوجه الآخر تقول المعلومات في تسمية هذا الشهر المبارك بشهر رمضان: فقد ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: وإنما سمي هذا الشهر بشهر رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. وجاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله، ولكن قولوا كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان. وكل محل تنويها بعظمة هذا الشهر حتى سماه الله تعالى باسمه، فهذا الشهر محطة لغفران الذنوب والعودة إلى الله تعالى من جديد. أيها المشاهدون الكرام، ما زلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث عن الشهر الفضيل رمضانيات. لحظات أي فاصل قصير وأعود إليكم بعد قليل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ها نحن في حلقاتنا الاستثنائية في حلول هذا الشهر المبارك، نخصص هذه الحلقات إن شاء الله إلى يوم العيد شيئا عن اللغة العربية أو رمضان في قلب هذه اللغة العربية. كما افتتحنا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بما أن هذه اللغة عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، هذه اللغة البيانية لغة القرآن الكريم فيها ما فيها من جماليات، واحد من تلك الجماليات هو الإعراب. وقد ارتأيت أن أقرأ عليكم ما أعربه اللغويون والنحويون لهذه الآية الطويلة من قوله تعالى: شهر رمضان إلى قوله: ولعلكم تشكرون. وحقيقة أنا مولع بفن الإعراب. في الإعراب قالوا: شهر خبر لمبتدأ محذوف تقديره تلك الأيام. تلك الأيام شهر، خبر تلك الأيام. رمضان مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الفتحة في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والمضاف إليه ينبغي أن يكون مجرورا، لكن هنا رمضان مجرور بفتحة لامتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. الذي شهر رمضان الذي أنزل، أي الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت لشهر، أي صفة لشهر أو لرمضان، فيكون في محل جر.
أنزل فيه القرآن. أنزل فعل ماضي مبني للمجهول. أنزل فيه في حرف جر، والهاء ضمير في محل جر متعلق بأنزل. أنزل فيه القرآن. القرآن نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى حال منصوب، وعلامة النصب الفتحة المقدرة على آخره. هدى للناس. للناس جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لهدى. هدى للناس وبينات. بينات معطوف على هدى بالواو منصوب مثله، وعلامة النصب الكسرة، وبينات معطوفة. من الهدى جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لبينات، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف. أنزل فيه القرآن. القرآن معطوف على الهدى بالواو مجرور مثل الفاء، أي الفاء العاطفة. من اسم شرط جازم. إذا رجعنا إلى الآية: وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، الفاء هي العاطفة، فمن شهد اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ. فمن شهد، شهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. فمن شهد منكم فعل الشرط والفاعل هو. فمن شهد منكم من حرف جر والكاف والميم وكم. فمن شهد منكم ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من ضمير شهد. فمن شهد منكم الشهر. الشهر مفعول به منصوب على حذف مضاف، أي دخول الشهر. فمن شهد منكم الشهر الفاء رابطة لجواب الشرط، اللام لام الأمر الجازمة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قلنا الفاء رابطة لجواب الشرط، اللام للشرط، واللام لام الأمر الجازمة. فليصمه. يصم مضارع أي فعل مضارع مجزوم، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به لأنه ضمير الظرف، أي ليصم أيامه. والواو عاطفة. من كان مريضا إلى آخر الآية مر إعرابها كما مر من قبل. يريد. يريد الله بكم اليسر. يريد فعل مضارع مرفوع. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع. يريد الله بكم اليسر. بكم مثل منكم متعلق بيريد واليسر. يريد الله بكم اليسر. اليسر مفعول به منصوب، والواو عاطفة. يريد الله بكم اليسر. الواو عاطفة واللام نافية. يريد بكم العسر. اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا يريد بكم العسر. الواو عاطفة واللام نافية مثل المتقدمة. وفي قوله تعالى الواو عاطفة واللام للتعليل، بعد أن قال قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. الواو عاطفة واللام للتعليل ولتكملوا العدة. تكملوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، أن تكملوا العدة مضمرة بعد اللام، وعلامة النصب حذف النون، والواو فاعل. الأفعال الخمسة يعني من تكملون، لتكملوا، تكملون ويكملون وتكملون ويكملون وتكملين. والواو فاعل. العدة مفعول به منصوب
به الواو عاطفة، ولتكبروا الله هنا الواو عاطفة، لتكبروا مثل لتكملوا، ومعطوف عليه الله لفظ الجلالة مفعول به، والمصدر المؤول أن تكملوا في محل جر باللام متعلق بفعل محذوف معطوف على قوله يريد بكم اليسر، أي ويعينكم لإكمال العدة. على حرف جر، والماء حرف مصدري، هدى فعل ماضي مبني على الفتح إلى آخر ما أعربنا من قوله تعالى. ولذلك هذه اللغة تتميز بفن الإعراب، ولا يوجد فن الإعراب إلا في هذه اللغة البيانية. هذه اللغة الشريفة لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة في الجنة، ولذلك واحد من تجلياتها وفنونها هذا فن الإعراب. ويمكن آخرون أن يعربوا، هنالك مدارس للإعراب. عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، أيضا فاصل قصير ونعود إليكم لنرى رمضان بعيون الشعراء. أنتم لازلتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونخصصها في حلقات خاصة بشهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. لحظات وأعود إليكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، إخوتي الكرام، لم يكن شهر رمضان بكل ما يتضمنه من معان دينية وروحية بالمناسبة التي يغفلها الشعراء والأدباء على مر العصور. ولقد حفلت كتب الأدب ودواوين الشعراء بذكر هذا الشهر الكريم، ما بين ترحيب بمقدمه وتوديع له وإظهار أهمية الصوم في حياة الناس وعاداتهم في رمضان في مختلف البلدان، واعتباره شهرا للهداية والنصر والجود والبر والصلة. وفي الترحيب، بما أننا في بدايات هذا الشهر الفضيل، في الترحيب تفنن الشعراء في وصف الهلال والترحيب به، بل وعدوه إمارة خير وبشارة يمن وبركة. فعندما يهل هلال شهر رمضان الكريم تشرق الدنيا بهجة بقدومه، فتصفو النفوس وتنتشي بالرحمة، أي بالرحمة الربانية التي تعم الكون، ويتحقق الرضا، أي الرضا النفسي لاستجابة القلوب لأمر باريها عز وجل. قال الشاعر ابن حمديس الصقلي: قلت والناس يرقبون هلالا، قلت والناس يرقبون هلالا يشبه الصب من نحافة جسمه، من يكن صائما فذا رمضان خط بالنور للورى أول اسمه. كلام جميل. وقال آخر وهو الشاعر الأندلسي ابن الصباغ الجذامي احتفالا بمقدم هلال رمضان: هذا هلال الصوم من رمضان، بالأفق بان فلا تكن بالواني. هو لضرورة شعرية، يعني كان يمكن أن يقول من رمضان، لأنه كما قلنا هو ممنوع من الصرف، لكن يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره. شعراء عندهم مندوحة كده، يعني زي الدبلوماسيين، يعني عندهم حصانة كده يعملوا أحيانا يخرج شوية. فقال الشاعر: هذا هلال الصوم من رمضان، بالأفق بان فلا تكن بالواني، وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه، واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه، واجبر ذمى الضعفاء بالإحسان. وقال شاعر آخر وهو الشاعر محمد الأخضر الجزائري يرحب بهلال رمضان:
املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب. املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، اسكب الأنوار فيها من بعيد أو قريب. ذكر الناس عهودا هي من خير العهود، يوم كان الصوم معنى للتسامي والصعود، ينشر الرحمة في الأرض على هذا الوجود. ويصور الشاعر عبد المنعم عبد الله بهجة الدنيا لقدوم شهر رمضان، فيقول في قصيدته أنا الصائم، والتي نشرت بمجلة المنار، أي مجلة منار الإسلام، عام 1417 للهجرة النبوية الشريفة، يقول: نور يطل على الوجود ويشرق، كم باتت الدنيا له تتشوق. ترنو لمطلعه لتشهد بدره رمضان، إن هلاله يتألق، عطر الهدى منه يفوح، فهذه أنسامه في كل واد تعبق. كل الحياة حفية بقدومه، والخير فيه على الورى يتدفق. هذه أبيات جميلة ذكرتني بقصيدة أنا كتبتها قبل فترة: أقلب طرفي في الخيال وأسمق بشوق فصيح عن لساني ينطق، بليت به دهرا مشوقا مولها، ويزداد لهفي كلما لاح بيرق. من المحفل المزدان بالحب والصفا، لآلئ يكسوها عبير فتفهق، إلى أن أقول: ركبت قوافي الشعر كيما أزورها مغاربها تزهو بي والمشارق. إن شاء الله كده يوم كده نقرأ عليكم. هي كانت قصيدة مرثية للأستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. نعود إلى شهر الخير، شهر البر والإحسان، شهر القرآن والإيمان. الترحيب بشهر رمضان. يرحب الشاعر عبد القدوس الأنصاري رحمه الله بشهر رمضان، ويصفه بأنه بشرى للقلوب الظامئة، فيقول: تبديت للنفس لقمانها، لقمان الحكيم، تبديت للنفس لقمانها، لذاك تبنتك وجدانها. تبديت للنفس لقمانها، لذاك تبنتك وجدانها، وتنثر بين يديك الزهور، تحييك إذ كنت ريحانها، فأنت ربيع الحياة البهيج، تنظر بالصفو أوطانها، وأنت بشير القلوب الذي يعرفها الله رحمانها. فأهلا وسهلا بشهر الصيام، يسل من النفس أضغانها ويخرج أضغانكم، في قوله تعالى. ويرحب الشاعر محمد إبراهيم جدع برمضان، ويصفه بأنه خير الشهور، ففيه لياليه، أي ليالي مجالس الذكر وترتيل القرآن، فيقول: رمضان يا خير الشهور وخير بشرى في الزمان. رمضان يا خير الشهور وخير بشرى في الزمان، ومطالع الإسعاد ترفل في لياليك الحسان، ومحافل الغفران والتقوى تفيض بكل آن، ومجالس القرآن والذكر الجميل أجل شان. أما الشاعر محمد حسن فقي يستقبل رمضان فرحا مسرورا، كيف لا، وهو يعني وريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر محمد حسن: رمضان في قلبي
هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء. رمضان في قلبي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء. ما ذقت قط ولا شعرت بمثله، أفلا أكون به من السعداء؟ وتطلعت نحو السماء نواظر لهلال شهر نضارة ورواء. قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء. رمضان ما أدري ونورك غامر قلبي، فصبحي مشرق ومسائي. يا سلام. أما الشاعر جاك صبري شماس يقول في فضل شهر رمضان: أطللت وجها مشرقا ريانا. أطللت وجها مشرقا ريانا، وغمرت أفئدة الشعوب حنانا. وسموت بالأنداء ترفل بالشذا، وتسيل في ثغر الورى قطرانا. عودت برك والوفاء يشدني لأصوغ من حلل القريض جمانا. يا خير شهر قد تنزل بالتقى، يهمي خصالا ينشد الفرقان. تاج يزين شهور عام بالسنة، ويخط سفرا شامخا ومصانا. تاج يزين شهور عام بالسنة، ويخط سفرا شامخا ومصانا. وقد نختم بهذه الأبيات لشاعرين. الشاعر الأول هو حسين عرب، يصور لنا بهجة الدنيا بلقيا رمضان، والتي لا تقف عند الإنسان بل تتعداه إلى عالم الوجود كله. يقول: بشرى العوالم أنت يا رمضان، بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان. لك في السماء كواكب وضاءة، ولك النفوس المؤمنات مكان. سعدت بلقياك الحياة وأشرقت، وانهل منك جمالها الفتان. أما الشاعر ابن دراج القسطلي يقول في وداع شعبان وتنويها على مقدم رمضان، قال: فلئن غنمت هناك أمثال الدمى، فهنا بيوت المسك فاغنم وانتهب. الذين غنموا في شهر شعبان: فلئن غنمت هناك أمثال الدمى، فهنا بيوت المسك فاغنم وانتهب. تحفا لشعبان جلى لك وجهه، عوضا من الورد الذي أهدى رجب. فاقبل هديته فقد وافى بها قدرا إلى أمد الصيام إذا وجب. واستوف بهجتها وطيب نسيمها، فإذا دنا رمضان فاسجد واقترب. كلام جميل. أنا يعني باسمكم جميعا أحيي الشعراء الذين احتفوا بشهر رمضان. أنا قرأت لكم جانبا، وإن شاء الله سنقرأ في حلقات قادمات مع تغيير في محتويات البرامج. للذين رحلوا من الشعراء لهم الرحمة والبركة والمغفرة إن شاء الله، وإلى الذين على قيد الحياة نحييهم في هذا الشهر الفضيل. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك رجع السلام، فحينا ربنا
بتحية الإسلام الخالدة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وقد درجت العادة في إريتريا أن يستغفروا ويبتهلوا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إن شاء الله يوم كده نجي نفتتح برضو بذات التهليلات والتبريكات والأنغام التي كانت في شهر رمضان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعيد ما ابتدأناه من حديث فنقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، وهي حتكون الحلقة الثانية في برنامج مع اللغة العربية في رحاب وبحر الشهر الكريم شهر رمضان المعظم. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. تحياتي لكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وتحيات زملائي أسأل الله أن يستجيب دعائهم وقرآنهم ودعواتهم، زملائي في المونتاج والإخراج والجهد الكبير. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وألتقيكم إن شاء الله مشاهدي الكرام في الداخل والخارج وأنتم في خير وصيام وقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.